السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علي أحمد عبد المالك. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في موضوع مهم وعنصر أساسي من عناصر كرة القدم في مصر وفي العالم كله، هو موضوع التحكيم. في مقولة أو حديث بيقول: أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. التحكيم عندنا، طبعا معروف إن الدوري خلص عندنا ومعظم البطولات خلصت، والأهلي خد الدوري والشعب نام مبسوط على رأي الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، لما قال الشعب بينام مبسوط لما الاهلي بياخد البطولات. طيب الدوري خلص دلوقتي والموسم اتحسن ومعظم البطولات اتحسمت والنادي الاهلي خد البطوله والشعب نام مبسوط. طب التحكيم دلوقتي ليه مستحقات، والتحكيم تعب معاكم الفتره دي والدوري اتحسن وكل حاجه والتحكيم تعب، طب ليه مستحقات ما ياخدها بالمره؟ فدي اول موضوع كنت عايز اكلمكم فيه. يعني عندنا التحكيم قبل بعض المباريات بيتقال له حاجه، بيتقال له ان هو يطلع بمباراه ببر الامان. في العالم كله حكم بيتقال له الكلمه دي ان هو يطلع بالمباراه لبر الامان؟ اعتقد ما بتحصلش الكلام ده كله، ما بيحصلش غير عندنا في مصر في الدوري المصري. بالنسبه لمجاملات الاهلي والزمالك بالنسبه للتحكيم، حد يقول لي طب هو الاهلي والزمالك بيتجاملوا؟ بص، هو الموضوع نسبي. يعني النادي الاهلي بيتجامل في امتى؟ بيتجامل في المباريات اللي هي الحاسمه، زي نهائيات البطولات، زي مثلا نهائي الكاس، نهائي السوبر، البطولات اللي هي بتحسم بطوله، زي مثلا ما حصل في ماتش السوبر اللي هو بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز، لما ثلاث لاعيبه من النادي الاهلي اتلموا على محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز. انت هتقول لي مثلا اللاعب نرفز لعيبه الاهلي؟ ماشي، ده هو لو نرفزهم مثلا فهو هم ما ينفعش ياخدوا حقهم بايدهم، ولا احنا كده في غابه، يعني مش ده قانون نمشي عليه. فده كله غلط. فلو الحكم كان ساعتها خد قرارات مثلا بطرد بعض اللعيبه، الحكم ده اصلا المفروض يبقى قاضي في الملعب، فيعني يمثل القضاء في الملعب، فلازم يكون عادل. فهو لو كان قام بالدور بتاعه صح، فكان هيحصل حاجه غير اللي حصل. فالنادي الاهلي بيتجامل في المباريات اللي هي بتحسم البطولات. نادي الزمالك برضه احيانا في بعض الاوقات بيتجامل، بس بيتجامل امتى؟ في مباراه مثلا مش حاسمه في الدوري، مباراه مش هتفرق كتير في لقب الدوري، مباراه في دور مثلا ال 32، في دور ال 16 ضد فريق صغير، زي ما حصل في مباراه الكاس ضد نادي بروكسي، لما نادي بروكسي كانت اتحسبت له ضربه جزاء، يعني كانت اتحسب له ضربه جزاء بس ما اتحسبتش. فلو التحكيم عادل مثلا هنا او هنا، احنا بنطالب بالتحكيم ان هو يكون عادل. احنا مش عايزين نتجامل كزملكاويه، احنا عايزين ناخد حقنا بس. احنا كزملكاويه بنطالب بالعداله، مش عايزين حاجه لينا ومش عايزين حاجه علينا، عايزين حقنا بس. فده موضوع التحكيم اللي هو وبعض الفرق لما بتكسب بتقول لك ان اخطاء التحكيم جزء من كرة القدم ومن متعة كرة القدم. طب هو وجهة نظركم انتوا، هو اخطاء التحكيم بالنسبة اللي بيحصل في مصر ده يعتبر متعة ولا نقمة ولا خدعة؟ تحكيم الاخطاء اللي عندنا دي مش، يعني الله اعلم بقى طبعا هي متعمده ولا مش متعمده، بس مش عايز اخش في ضمائر الناس، بس يعني اخطاء واضحه جدا وفجه، يعني حاجه صعبه. تاني حاجه عايز اكلمكم فيها موضوع الفار عندنا في الكره المصريه. الكابتن سمير محمود عثمان قال ان في بعض المباريات ان فيشه الفار الحكام شالوها وحطوا مكانها فيشه كاتل شاي. يعني دي كانت فضيحه كبيره من فضائح الكره المصريه والتحكيم المصري، ان هم يشيلوا شاشه الفار ويحطوا مكانها فيشه كاتل شاي، فده حاجه صعبه طبعا. وبرضو الكابتن او الاستاذ ماجد سامي مره برضو من المرات قال ان في دوره رمضانيه كان عاملها نادي زد، شالوا الفار من الدوري المصري وعطلوه لمده لاكثر من اسبوع، وحطوها في الدوره الرمضانيه اللي عاملها نادي زد في الدرجه الثانيه. فده طبعا حاجه، يعني حاجه صعبه جدا في التحكيم عندنا. غير رؤساء الانديه اللي قالوا ان اتعرض علينا احنا ناخد مقابل فلوس، مقابل ان احنا نتهاون في بعض المباريات، زي نادي المجد السكندري لما رئيس النادي بتاعه او يعني واحد في الاداره بتاعته طلع قال الكلام ده كله. فده طبعا حاجات بتنم ان التحكيم عندنا حاجه صعبه في الكره المصريه. وفي موضوع تاني برضه، فاكرين مباراه نادي الانبي ونادي فيوتشر اللي هي خلصت بمكسب نادي انبي في الكاس؟ اللي هي المباراه دي شهدت فضيحه تحكيميه كبيره جدا لما الحكم لجأ للفار، طلع ان الفار اصلا متعطل، والحكم في المباراه دي حسب 25 دقيقه وقت ضايع وانبي اتظلم كتير في المباراه دي، بس كسب في الاخر يعني وصعد على حساب نادي فيوتشر.
في حاجة عايز أكلمكم فيها، إن إحنا ما ينفعش نقارن نفسنا بأي دوري من الدوريات العربية، وخاصة الدوري السعودي أو الدوري الإماراتي. الدوري السعودي ملعب إيه، تحكيم إيه، إخراج إيه، تصوير إيه، لعيبة على مستوى عالي. حتى التعليق بدأوا يستقطبوا لعيبة معلقين من بي إن سبورت، زي مثلا الكابتن رؤوف خليف. الدوري السعودي، احب اقول لكم حاجه، ان الدوري السعودي في بعض التقارير الصحفيه بتشير انهم عايزين يخلوا بطل الدوري السعودي يشارك في دوري ابطال اوروبا. شفتوا وصلت السعوديه لفين واحنا قاعدين زي ما احنا. هو التحكيم في مصر والرياضه في مصر، النادي الاهلي او بعض جماهير النادي الاهلي المحترمه شايفه ان عدم وجود منافسه في الكره المصريه دي حاجه مش كويسه لناديهم. ده طبعا الناس دي تحترم طبعا، ورايا على دماغنا، لان هم شايفين وجهه نظر ايه، ان الدوري لما يبقى قوي هيصنع بطل قوي، لما يصنع بطل قوي هيمثل مصر تمثيل قوي في دوري ابطال افريقيا. وبرضه لما يصعد لكاس العالم مثلا، احنا شفنا النادي الاهلي صعد لكاس العالم للانديه اكتر من مره. هو نادي الزمالك طبعا هو الفريق الاول، اول فريق مصري صعد لكاس العالم للانديه، لكن النادي الاهلي طبعا عمل انجازات طبعا احنا ما نغفلهاش، احنا كزملكاويه بنقول كلمه الحق سواء لينا سواء علينا. النادي الاهلي مثلا كذا بطوله يخشها، يبقى هو يعني يبقى اكتر فريق لغايه دلوقتي. النادي الاهلي اكتر فريق دخل فيه جوان، واكتر فريق خسر في كاس العالم للانديه النادي الاهلي. طب وده كله بسبب ايه؟ بسبب ان مفيش منافسه عندنا في الكره المصريه. لو التحكيم شاف شغله وكل عنصر في عناصر الكره المصريه شاف شغله، هيطلع بطل قوي. فلما بطل قوي يطلع، سواء النادي الاهلي سواء نادي الزمالك، هيمثل مصر تمثيل مشرف، وهيخلي فيه روح كويسه. مش هيبقى فيه احتقان بين جماهير النادي الاهلي وبين جماهير نادي الزمالك زي ما احنا بنشوف دلوقتي. احنا بنعترف ان احنا عندنا في نادي الزمالك في اخطاء، وفي اخطاء اداريه واخطاء كتيره جدا في نادي الزمالك. بس زي ما احنا عندنا اخطاء، بس ناخد حقنا في الكوره. احنا كزملكاويه مش عايزين حاجه اكتر من حقنا، عايزين التحكيم يدينا حقنا، ولا عايزين يجاملنا ولا يجامل غيرنا يعني. بس دي الموضوعات اللي كنت عايز اكلمكم فيها. اتكلمت عن التحكيم في مصر، واتكلمت عن الفار واستخداماته في مصر بتستخدم ازاي، واتكلمت عن اخر موضوع ان احنا ما ينفعش نقارن نفسنا باي دوري من الدوريات العربيه التانيه. شكرا لكم للمشاهده والمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.